السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحذير علني من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتظاهرين 11/11. قالت جماعة حقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت ما يقرب من 70 شخصا على خلفية دعوات إلى احتجاجات تزامنا مع قمة المناخ. كما احتجزت السلطات ناشطا هنديا لفترة وجيزة بعد أن انطلق في مسيرة احتجاجية من القاهرة، وتأتي الاعتقالات على خلفية قيام بعض مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي بمن فيهم مقاول البناء والممثل السابق محمد علي الذي يعيش حاليا خارج البلاد، وهو يقوم بتجديد احتجاجات مناهضة للحكومة في مصر يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني. ومن المقرر انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من السادسة إلى 8 نوفمبر تشرين الثاني. وقال محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه حتى يوم الاثنين الماضي تم اعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا في القاهرة ومدن أخرى على مدار الأيام القليلة السابقة، حيث مثلوا أمام نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالدعوات للاحتجاجات يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني. واحتجز بعضهم بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة بعد نشر محتوى على أحد الصفحات على فيسبوك التي تدعو للتظاهر بحسب المفوضية المصرية. وتحدث شهود عيان لرويترز عن زيادة في عمليات التفتيش المفاجئة والتي يقوم بها ضباط أمن الزي المدني، حيث يقومون بفحص الهواتف المحمولة للمشاة وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يرد متحدثون باسم وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية ورسائل من رويترز للتعليق، ولم تتلقى رويترز ردا حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق من الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27. وجاء رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متظاهرين 11/11 وأخبرهم أن هذه الفوضى لن تحدث مرة أخرى في مصر حتى لو كلفني الأمر حياتي. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.